السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا معانا دايما بصحة وسعادة وسلام. النهاردة جاية كده اقول لكم كل عام وانتم بخير. خلاص، احنا بنقترب كده لعام جديد. كل سنة وحضراتكم بخير وبسعادة وبسلام. النهاردة كده جاية اقول رسالة من القلب لكل ام، لكل ربة منزل، لكل ست بيت. جايه كده اقولك ان شاء الله كده جايين مع بعض هنقول كده شويه حاجات، ندخل بيهم كده العام الجديد بتفاؤل وحب، لحياه افضل. عشان كده ايه، نخش كده بتفاؤل وامل وحياه كده ايه سعيده وعام سعيد ان شاء الله. ان شاء الله كده باذن الله يكون كده عام سعيد علينا كلنا ان شاء الله، مليان بالخير وبالتفاؤل، لحياة أفضل، لصحة أفضل، كل حاجة إن شاء الله كده تكون للأفضل. أول حاجة جاية أقولك لكل ماما، لكل ربة منزل، جاية أقولك أهم حاجة إن احنا نخطط لأهدافنا، نخطط لحياتنا كده واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة هاتي ورقة وقلم وتعالي معايا كده، نخطط مع بعضينا لأهدافنا للعام الجديد، عام 2024. ان شاء الله كده يكون عام سعيد علينا جميعا ان شاء الله باذن الله. انا عارفه ان كل ام كده عندها اولاد، طبعا الحياه كلها ضغوطات، مليئه بالضغوط والمشاكل فكل واحد فينا عنده مشاكل وعنده ضغوطات، وبالذات الامهات بيبقى عليها الحمل والعبء. كل ام فينا شايله لود، شايله عبء، اللود عليها بيبقى عالي شويه، بيبقى عليها مسؤوليه البيت والاولاد، تبقى شايله هم ولادها وشايله هم بيتها. عايزه كل حاجه تبقى منظمه، عايزه ولادها في احسن حال، عايزه كل حاجه مرتبه، عايزه كل حاجه تبقى كما يرام زي ما بيقولوا. طبعا ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه، بس ما تجيش على نفسك. اهم حاجه ان كل حاجه تبقى مظبوطه وكل دنيتنا تبقى مظبوطه، بس اهم حاجه ان لنفسك عليك حق. ما تجيش على نفسك، بلاش ان احنا نضغط نفسنا قوي. طبعا انا الكلام ده بقولهولك انا كأم بناء عن تجربة، انا كأم زيك وربة بيت زيك وعندي اولاد زيك، فانا جاية اقولك ان احنا كلنا مضغوطين. مين فينا مش مضغوط؟ مين فينا ما بيتعصبش على اولاده؟ ومين فينا ما عندوش ضغوط في حياته؟ مين فينا مع رتم الحياة سريع؟ فكل الحاجات دي بتعمل ضغوط على الحياة بتاعتنا، بتخلي رتم حياتنا سريع. فطبعا كل الحاجات دي بتخلي الام مضغوطة، بتخلي الام عصبية. فكل الحاجات دي احنا عايزين نتعلم، وانا اولكم طبعا مع بعض كده نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدأ عام سعيد ان شاء الله. يكون عام جديد زي ما قلت لكم في اول الفيديو، يكون مليان بالامل والتفاؤل عشان تبقى حياتنا للافضل. ان احنا المفروض زي ما قلت لك كده نجيب نوت بوك صغيره او نجيب اجنده جديده كده ان شاء الله كده للعام الجديد 2024، تكون شكلها كده حلو جميل، الوانها كده حلوه هاديه منمقه، وتجيبي قلم كده شكله حلو. تمام، هتكتبي بقى فيها ايه اهدافك، تكتبي فيها الحاجات اللي انت كان نفسك تحققيها، تكتبي فيها اولوياتك، كل الحاجات اللي انت كان نفسك تحققيها في في السنه اللي فاتت. تمام، تكتبي كل حاجة أولوياتك، الأهم فالأقل أهمية، كل اللي نفسك تحققي اكتبيه، اكتبي وخلي عندك أمل في ربنا إنك إن شاء الله هتحققي. إن شاء الله ولادك هيكونوا كويسين، إن أنت إن شاء الله السنة دي إن شاء الله اللي أنا محققتوش السنة اللي فاتت إن شاء الله هحققه. وأي حاجة أنت حققتيها السنة اللي فاتت وأنجزتيها اكتبيها وافرحي ان انت انجزتيها. شوفي ايه اللي انت انجزتيه اكتبيه عشان تعرفي ايه هي انجازاتك اللي انت حققتيها السنه اللي فاتت، عشان تزودي وتطوري من نفسك. واللي انت ما حققتهوش اكتبيه عشان تعرفي ايه اللي انت ما حققتهوش. وان شاء الله باذن الله وبفضل التفاؤل والامل واليقين في الله، اللي انت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان انت هتحققيه بفضل من ربنا ان شاء الله. وطبعا اهم حاجة زي ما قلتلك التنظيم، ان احنا ننظم افكارنا وننظم دماغنا وننظم اهدافنا، نحط الحاجات المهمة ثم الاقل اهمية.
عشان نقلل من الضغوط اللي علينا، ونقلل من التوتر اللي بيبقى معانا طول الوقت. ما يضرش خالص لو يوم انت تعبانه او مرهقه او فاهماني، يعني مش لازم كل حاجه تبقى على ما يرام. النهارده انا عملت الشيء ده كويس جدا، بكره ما اعمل الشيء ده كويس. انجزت حاجه في يومي النهارده، بكره انجز حاجه تانية في يومي. كل يوم انجز حاجه من اللي انا نفسي انجزها اعملها، كل حاجه هتظبط معايا. واي حاجه انا كنت بعملها في السنه اللي فاتت مش عجباني او كانت بالنسبه لي حاجه سلبيه، اتخلص منها. لو كانت عصبيه، لو مثلا كنت انتي بتتعصبي، لا تحاولي تقللي من عصبيتك شويه، انتوا واحنا وكلنا. لو انتي مثلا كنت مثلا متسرعه في رد فعلك، او بتاخدي قرارات بسرعه، لا السنه دي ان شاء الله ناخد قرار كده مع بعضنا، لان انا هكون ان شاء الله مش متسرعه في قراراتي، لا مش متسرعه في اخد قراراتي في مواضيعي، لا اي موضوع هاخده بتأني، هفكر فيه بالراحه، هاخد قراراتي كده بالراحه. اي موضوع كده هبدأ ان انا افكر فيه بالراحه، مش هكون متسرعه، مش هكون مندفعه، هقلل من عصبيتي. لو انا ما بنامش بدري، لا ان شاء الله السنه دي هكتب من اهدافي واولوياتي ان انا لا ان شاء الله ان انا هنظم نومي ونوم ولادي، ان احنا هننام بدري وهنصحى بدري. لو انا مثلا ما كناش بناكل انا وولادي اكل صحي، لا ان شاء الله كده تتوكلي على الله انتي وتكتبي من اهدافك ومن اولوياتك في الاجنده بتاعتك بتاعت العام الجديد ان شاء الله. تكتبي لا ان شاء الله انتي السنه اللي فاتت ما كنتش بتاكلي اكل صحي، مش مهتميه باكلك ولا باكل ولادك الصحي، لا السنه دي احنا هنغير العادات السيئه في الاكل الغير الصحي، لا هناخد عادات ايجابيه وهناكل اكل صحي انا واولادي. ابداي تفكري كده في اكل صحي ليكي ولولادك. لا انا كنا بناكله مثلا اكلات سريعه، لا اكلات مش صحيه، كنا بناكله سكريات كتير، لا كل الحاجات دي تخلصي منها، لا تبداي تعملي فكري كده في وجبات صحيه ليكي ولولادك. يبقى دي حاجات خطوات ايجابيه انت خدتيها ليكي ولولادك، هيعود عليكي بالنفع وهيعود على ولادك. برضو زي ما قلت لك، لو انتوا كنتوا ما بتناموش بدري، لا حاولي ان انت تنامي بدري شويه، وتحاولي تخلي ولادك يناموا بدري شويه، دي برضو عادات كويسه. وبرضو من اهم العادات اللي احنا المفروض في السنه الجديده، في العام الجديد اللي احنا ان شاء الله مقبلين عليه، ان شاء الله كده يكون عام سعيد علينا كلنا ان شاء الله. هندخل عليه زي ما قلنا بالتفاؤل والامل من اجل حياه افضل. اهم حاجه ان احنا نهتم بالجانب الديني، ما ننسوش ابدا الجانب الديني، لانه جانب مهم جدا جدا جدا. الجانب الديني ما ننساش الجانب الديني اللي احنا اصلا مخلوقين في الحياة علشانه. ما ننسوش الحاجة اللي احنا اساسا مخلوقين في الحياة علشانها. احنا مخلوقين اساسا علشان اول حاجة ان احنا نعبد ربنا، تاني حاجة ان احنا نعمر الارض. خلاص احنا اوريدي خلاص عمرنا الارض، فين بقى اللي احنا الجانب الديني بتاعنا؟ احنا كلنا بنهتم بجوانب الحياة كويس جدا، بنروق بيت، بنطبخ، بنهتم بولادنا الحياة اخدانا. ما تخليش الحياة تاخدك، ما تخليش الوقت يسرقك، وتبقى الجانب الديني عندك مهمل، او ان انت مش عاطله حق، مش عاطله حقه. لا ده المفروض ده من الجوانب، مش انت لوحدك، لا عن تجربة. انا كأم انا بكلمك بناء عن تجربة، انا كأم زيك فبكلمك ان احنا وقتنا بنجري دايما، رتم الوقت عندنا سريع، فالوقت بيجري، الوقت بيتسرق مننا. انتي ما بقاش في وقت ليكي، ما بقاش في وقت، فانتي يا بتصلي خلاص، لو بتقري في المصحف بسرعه، كل حاجه بسرعه بسرعه، لا الجانب الديني بالذات لازم ياخد حقه كويس جدا جدا جدا. زي ما بتدي كل حاجه حقها في يومك، ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، لان ده هيخلي حياتك في الدنيويه في الدنيا هتبقى للافضل بكتير بكتير. هيؤدي للراحه النفسيه، الاستقرار، يعني هيخلي حياتك للافضل طبعا. وطبعا للدار الاخره طبعا للافضل، يبقى انت كده كسبتي حياتك دنيا واخره زي ما بيقولوا. فانت ما تخسريش اخرتك علشان خاطر دنيتك، فما انت ما تخليش الدنيا تاخدك او تلهيكي او تسرقك. طبعا الكلام ده بناء عن تجربه. الدنيا يعني الدنيا بتلهي، الدنيا تلاهي، الوقت ضيق والوقت بيجري مع ضغوطات الحياة ومع الرتم السريع اللي احنا فيه ومع كل اللي احنا فيه ده.
بتلاقي الوقت خلاص يا دوبك انت بتعملي الصلوات بتاعتك خلاص، لو انت قلت اذكارك قلت، بتلاقي ان الوقت لا. الجانب الديني ده من الجوانب المهمه جدا اللي هتخليكي اه يعني كسبتي دنيا ودين، كسبتي دنيتك ودينك واخرتك. ما تخسريش الاخره علشان خاطر دنيتك، ما تخليش الدنيا تسرقك، ما تخليش العمر يجري بيكي وتلاقي نفسك ما عملتيش حاجه. انت عماله تعملي للدنيا. انا عايزه اكون، انا عايزه اولادي مش عارفه ايه، انا عايزه مش عارفه ايه، نفسي في ايه، نفسي في ايه. طب انت ناسيه الحاجه المهمه، الحاجه اللي انت اتخلقتي عشانها، الحاجه اللي انت جيتي عشانها، العبوديه، التعبد لربنا. انت ما عملتيش حاجه لبيتك، بيتك التاني، بيتك الاساسي، البيت بتاعنا التاني اللي هو الدار الاخره، اللي هو القبر، ما عملنالوش حاجه. فين الصلاه باتقان؟ فين التركيز في الصلاه؟ فين الاذكار؟ فين التسابيح؟ فين الذكر؟ فين قراءه القران؟ فين كل الكلام ده؟ احنا فين من كل الكلام ده؟ احنا لازم نركز في الكلام ده. فانت لازم ايه؟ الصلوات الخمس على وقتها. الصلاه على وقتها يعني اول ما الصلاه تدن لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاه. انت اي عمل انت في ايدك خلاص الاذان ادن، خلاص انت بتسيبي اللي في ايدك، توكلي على الله وتقومي تصلي وبترجعي تكملي اللي في ايدك. انت ربنا مش هيبارك لك في اللي انت بتعمليه طول ما انت ما صليتيش. ما انت تقولي كلنا احنا بنعمل كده، انا مش بتكلم ان انا مثلا ملاك لا، كلنا بنعمل كده وده غلط. لا احنا هنبدا بقى خلاص، احنا سنه جديده، لا مهما كان اللي في ايدك هيتساب وهترجعي تصلي، وبعد كده هترجعي تاني تعملي بقى اللي انت كنت بتكملي. الصلاه اهم. بيقول لك الله اكبر، فالله اكبر من اي شيء. انت هتسيبي اللي في ايدك وهتروحي تصلي وبعد كده هترجعي تكملي الحاجه اللي في ايدك. فانت الحفاظ على الصلوات الخمس على وقتها، احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. تاني حاجه واهم حاجه ان انت يقول لك ورد في القران، ان شاء الله صفحه في اليوم، صفحه صفحتين على قد ما تقدري، على قد ما تقدري وعلى قد ما وقتك يجيبك. وكل ما تزودي وكل ما تكتري ده ليكي ولبيتك التاني. انت دلوقتي بتعملي لبيتك اللي في الدار الدنيا، بتنضفي وبتروقي وبتعملي اكل وبتنوري وبتروحي تشتري حاجات جديده وتهوي. في بقى بيت تاني احنا ناسينه خالص، الحياه اخدانا اكلانا، احنا ناسينه خالص، بنعمل له اقل القليل، اقل القليل. احنا المفروض نتقي ظلمه القبر، نعمل للقبر، نعمل للدار الاخره اللي احنا مجهوله، احنا ما نعرفش عنها حاجه، نعمل لها، نعمل يعني نتقي للدار الاخره باي حاجه. اهم حاجه الذكر، لازم يكون ليكي ورد يومي للذكر. الاستغفار، ان احنا نحرص على الاستغفار. الاستغفار طبعا فضله عظيم عظيم جدا، فضله لا يعد ولا يحصى. الاستغفار اولها ان ربنا هيغفر لك من الذنوب، ربنا هيغسل الذنوب ويغفرها. طبعا له فضل كبير جدا، يعني بيزود من الرزق. الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا فضلها عظيم جدا. برضو اجعلي لنفسك ورد يومي للاستغفار، للصلاة على النبي. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اجعلي لها ورد في يومك. كل الكلام ده لازم يبقى في يومك، لازم الصلوات الخمس، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده يبقى ورد تعملي ورد لنفسك كل يوم. زي كده ما بتقومي تغسلي المواعين، بتنضفي، بتغيري ملايات السرير، بتودي الولاد المدرسة، الحاجات دي أساسية في يومك. تقدري انت ما تعمليش كده في يومك؟ لا طبعا استحالة. فالحاجات دي تبقى أساسية في يومك، زي بالظبط الحاجات الالتزامات اللي عليكي في بيتك. الحاجات دي لا تقل أهمية عن الحاجة اللي انت بتعمليها في روتين يومك، بل بالعكس دي أهم. دي الدار الآخرة، دي الدار الباقية، ده الأبقى، والآخرة خير وأبقى. تمام. فأهم حاجة ان احنا ما ننساش الجانب الديني ونركز عليه، ما تخليش الدنيا تلهيكي، ما تخليش الوقت يسرقك، ما تخليش العمر يجري بيكي ومحدش يعرف عمره قد ايه، محدش يعرف هينتهي امتى. ربنا يحسن خواتم اعمالنا، وان شاء الله كده ربنا كده يعني يغفر لنا جميعا. وطبعا كده ان شاء الله اول كده ما تهل علينا السنه الجديده هنبداها بركعتين. اول كده يوم في السنه الجديده، يعني ليله السنه الجديده، تبدايها كده بركعتين، تتوضي كده وتصلي ركعتين لله، وتدعي كده ربنا ليكي، وتدعي لاولادك، وتدعي باللي نفسك فيه، ان ربنا كده ان شاء الله يجعلها سنه سعيده عليكي، وسنه خير ورزق وسعاده، ويغفر لك فيها. تبداي كده سنتك بركعتين كده لله.
تاني حاجة كل بقى الحاجات اللي انا قلتها لك دي هتساعدك ان انت تخرجي من اي ضغوط عليكي في الحياة، وتشكري بقى ربنا. اهم حاجة ان احنا نشكر ربنا على اي نعمة ربنا ادهلنا، نتعلم ان احنا نشكر ربنا، نشكر ربنا على اي حاجة في حياتنا، نشكر ربنا عليها، لان احنا في حياتنا نعم كتير قوي، بس احنا ساعات ما بنبقاش مدركين النعمة. الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة غير لما بيفتقدها. فاحنا في حياتنا نعم كتير قوي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة ال النفس، الحمد لله على نعمة الصحة عموما، الحمد لله على نعمة الأولاد، الحمد لله على نعمة السكن، على نعمة في حياتنا نعم لا تعد ولا تحصى. يعني الحمد لله على كل حال. تمام. تاني حاجة ان احنا ننظم يومنا، ننظم افكارنا، يبقى لنا روتين كده لبيتنا، روتين يومي، يبقى لنا روتين لنفسنا، نطور من نفسنا، نطور من ذاتنا، نهتم بنفسك، ان لنفسك عليك حق. في العام الجديد يبقى لك روتين لبيتك، زي ما بتهتمي ببيتك تهتمي بنفسك، تطوري من نفسك، تعلمي حاجة جديدة، اقري، تعلمي لغة جديدة، اهتمي بالجانب الديني بتاعك، وتهتمي بنفسك وتهتمي بأولادك. وإن شاء الله كده تكون سنة سعيدة علينا وعام سعيد عليكم، وكل عام وأنتم بخير، وعام سعيد علينا جميعا يا رب. وإن شاء الله كده ألقاكم في حلقات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.